مساء الخير على الاحتواء، على النادي اللي كل بطولاته حلال مفيش حكام بتسانده. طبعا فوز الزمالك على بروكسي وصعوده في الكاس للدور ال16. تمام. الحكم شاهد ما شافش حاجه يا جماعه، ضربتين جزاء لبروكسي. اقسم بالله اللعمة يشوفهم ويحسبهم، لكن هو عمل نفسه اعمى وما شافهمش اساسا. يعني ازاي يعني هيخرج نادي الزمالك من الكاس بقى، ويبقى خرج من الكاس وخارج من كل البطولات بقى، ملط موسم ملط. فبيصعد الزمالك على حساب الفريق اللي هو درجة تانية، اللي هو اتأسس عام 2019، وفريق غلبان يا عيني يستحق عن جدارة ان هو يصعد. فازاي بقى ما ينفعش يا جماعه ان نادي الزمالك يبقى خارج من كل البطولات بقى، وشكل الزمالك وحش بقى وايه ده؟ يعني فضيحه، اقسم بالله العظيم يا جماعه، والله العظيم 3 فضيحه. حكم باع ضميره، والله العظيم باع ضميره. انا على ما اتذكر الحكم ده برضو اللي ادى انذار لمتولي من غير ما متولي اساسا يكلمه، علشان ان هو يتحرم ان هو يلعب ماتش الزمالك، بس ساعتها كسبنا الماتش ده. فهتاخدوا ايه من حكم اساسا بيع ضميره يا جماعه؟ اقسم بالله العظيم. انا عايزه اقول بس هارد لك لنادي بروكسي. نادي كويس جدا ولاعيبه كويسه جدا، يعني بسم الله ما شاء الله عليه. بيلعبوا كويس. انا استغربت يعني ازاي فريق في درجه تانية بيلعب بالشكل ده. تخيل يوصل مع الزمالك لاكسترا تايم واتظلم اساسا. يعني هو المفروض هو اللي يصعد مش نادي الزمالك، بس احنا كده معروفه يعني، يقول لك ده نادي الاهلي نادي الدوله وابن الدوله وكل بطولاته حرام والحكام بتسانده. لا، انت بقى اللي حلال وحكامك مش بتساندك خالص يا زمالك. النهارده كله بان علن، يعني فضيحه اقسم بالله العظيم. فهارد لك لنادي بروكسي، وان شاء الله نشوفكم في الممتاز. يعني بسم الله ما شاء الله عليكم، الله اكبر، لعيبه كويسه جدا. يعني ما نلاقيش منهم في الدوري اساسا، يعني 70% اللهم صل على النبي عليهم لعيبه كويسه جدا وبيلعبوا لعب ما فيش منه في الدوري اساسا. فهارد لك ليكم، وبصراحه اتظلموا جدا جدا، وليكم مستقبل. بس الحرام ما بيدومش يا جماعه، والله الحرام ما بيدومش.